اهلا بكم معانا وحلقه جديده وسينما اخرى شرق وغرب. صف تاني فيلم روائي قصير بامضاء المخرج عمرو عابد هيبقى موجود معانا النهارده من خلال وجود ابطاله اللي بيشرفونا في مكان هو مش غريب عليهم بالمره. هيبقى معانا ابطال صف تاني هو الاعلامي والفنان عماد اسماعيل وايضا دعاء حمزه. خليكم متابعين حلقتنا النهارده وسينما اخرى. يعد فيلم صف تاني لمخرجه عمرو عابد نموذجا للأفلام القصيرة التي تؤكد أن قوة السينما وتأثيرها لا يقاس بطول زمنها أو مدتها، بل بقدرتها على ملامسة الإنسان والإحساس بما يدور في نفسه، وذلك من خلال التقاط المخرج عمرو عابد للحظة بسيطة في حياة زوجين، ولكنها هي اللحظة الحاسمة التي تفصلهما عن تحقيق حلم أو تأكيد قرار. هذه اللحظة التي يقف فيها الزوج حائرا بين البقاء أو الرحيل. فيلم صف ثاني تجربة فنية متميزة استطاعت أن تحقق ردود أفعال جيدة في بعض المهرجانات السينمائية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 46 ومهرجان السعودية للفيلم القصير، بالإضافة إلى حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات. صف تاني بإمضاء عمرو عابد، لكن أبطاله اللي بنشوف في دقايق معدودة قد إيه بيكون في أداء، في تفاصيل كتيرة بيقدروا إن هم ينقلوا الحدث. الفيلم الروائي القصير ده قدر إن هو يحقق نجاحات كتيرة، لكن ورا النجاح ده أكيد كان عمل مهم من البدايات واقتناع ما بين الأبطال اللي قدروا إن هم ينقلونا لعالم واقعي جدا من خلال حاجة بتحصل لكتير مننا، إن العربية يكون في حد راكن صف تاني، لكن قبلها وبعدها بيكون في تفاصيل حياتية كتيرة. قدروا ان ينقلوا التفاصيل كلها اتنين من الموهوبين بامتياز، موهوبين في عدة مجالات. لو شفتهم على المسرح هتشوفهم الحقيقة بيقدروا يقدموا مسرح بكل الطرق المعتادة والجديدة والغير معتادة. على المسرح بنشوفهم بيقدموا لنا مسرحيات مختلفة حتى في الارتجال، مش بشهادتي لكن بشهادة فنانين كبار قدروا ان هم يبقوا موجودين في العروض ويشيدوا بعروضهم المسرحية. وفي الإعلام موجودين، وسواء بقى قدام الكاميرا وخلف الكاميرا، وهنا كمان في الفن والتمثيل موجودين في صف تاني بامتياز أبطال هذا العمل اللي موجودين معانا. برحب بالبداية بإعلامي وزميل وهو الأستاذ عماد إسماعيل. أستاذ عماد، سعداء بوجودك معانا. انا سعيد اكتر والله. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك، وانت زميل بقى. يعني الحقيقه المكان معتاد والكاميرا معتاد عليها، وساعات يقولوا ان اداء الاعلامي بيبقى اداء مبالغ فيه شويه لان احنا دايما متحفظين وفي الحركه وفي الاداء. قول لي المسرح والتمثيل والجو والمود العام ده قبل ولا بعد؟ يعني ايه الحب الاول في حياتك كده؟ والله انا السؤال ده بتسأله كتير يعني ومش عارف الاجابه بتاعتي بتبقى عامله ازاي. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا دايما بحس ان ساعه ما اشتغلت ما بين الميديا في البدايه خالص وما بين المسرح. طبعا المسرح كان في الاول، وبعد الاول كده خالص. المسرح ده من البدايه خالص. يعني انا بقالي دلوقتي مثلا، يعني الواحد مش عايز يقول، بس يعني بقالي مثلا حوالي 25 سنه مسرح، وبعد كده جه بعديها بقى فكره الاعلام. بس انا دايما بحس ان الاثنين دايما بياخدوا مع بعض كده، يعني هما الاثنين بيخدموا على بعض زي ما بنقول، بتبقى صحيح. هما الاثنين بيساعدوا بعض. فالاثنين فعلا بستفيد بيهم اكيد طبعا، لان بما ان كمان انا مذيع دلوقتي راديو بقى لي حوالي 11 سنه، فبطلع على الهوا. فيعني وانتي المسرح بتبقي على الهوا، فهي يعني واحد. فبحس الاثنين يعني هما الاثنين بياخدوا من بعض. انا بقى بحب ايه اكتر؟ يعني الاثنين بصراحه زي بعض، بس انا يعني التمثيل برضو بالنسبه لي حاجه، يعني ما اقدرش اقعد كده فتره طويله من غير ما امثل حاجه. مسرح بقى ممكن فيلم روائي قصير زي الفيلم اللي معانا النهارده، مسلسل، يعني على حسب يعني.
يشدك لفيلم روائي قصير؟ احنا عارفين ان الافلام الروائيه القصيره معظمها بتبقى انتاج ذاتي، قليل منها اللي وراه شركات. معظمها بتعتمد على رؤيه المخرج منهم، اللي بيبقى بيخرج لاول مره، اللي ممكن بيبقى عنده تفاصيل معينه. احنا عارفين ان الفيلم الروائي القصير ليه كده سوق فني جدا. ايه اللي شدك لصف تاني؟ هل عمرو عابد المخرج وهو دي صداقة اصلا، ولا هو اللي اقنعك بانك تبقى موجود معاه في صف تاني؟ بص، اولا انت بجد سالتي سؤال حلو قوي، وانا هجاوبك. اخد السؤال من الاول قبل ما ادخل على صف تاني سريعا كده. اللي بيشدني في اي فيلم روائي قصير، حد بيقول لي يا عماد تعالى نعمل فيلم روائي قصير، اولا اول حاجه كلنا عارفين في الحته بتاعتنا دي وفي الوسط بتاعنا، انا عمري ما هسال على اجر، وعارف ان طبعا بيبقى البادجت عامله ازاي. فانا دي اول حاجه بشيلها من دماغي اه، خالص، لان بنبقى عارفين اللي عايز يعمل فيلم بيبقى احنا عايز يعمله جايين ازاي. ننبسط. بالظبط. فانا كمان جاي اتبسط، وعارف ان هو هيبقى مضغوط قوي، يا يوم او يومين بالكتير، يعني عشان الميزانيه طبعا الافلام بتعمل يوم يومين يعني بالكتير يعني. فاي فيلم بيجي لي حقيقي فعلا يعني بشوف المخرج الاول اللي بيقول لي، حتى لو حد ما اعرفوش ما عنديش مشكله، بس بشوف اول حاجه ايه اللي مكتوب، القصه عباره عن ايه، السيناريو عامل ازاي. حقيقي فعلا ده بيشدني جدا. يعني الكتابه بتشدني جدا جدا. مش شرط على فكره الشخصيه اللي انا طالع بيها. يعني انا بالنسبه لي عملت مثلا لغايه دلوقتي حوالي ده حوالي 8 فيلم روائي قصير، يعتبر برضو مش اه، كتير بس برضو كويسين. واغلبهم كلهم بطلع فيهم يعني ببقى الحمد لله البطل الرئيسي. بس لو جه حد قال لي يا عماد في فيلم روائي قصير ودور صغير، انا فعلا بكون مستعد جدا. امم بس اكون هطلع بالشكل عامل ازاي، وهيبقى المخرج عامل ازاي، ومكتوب ازاي. فدي بتبقى حاجه بالنسبه لي ما عنديش فيها مشكله. بالنسبه لصف تاني، عمرو عابد طبعا انا ودعاء عارفينه من قبل كده، طبعا صديق لينا. اه، بس هو يعرف دعاء اكتر، لان هو كان مع دعاء في ورشه تمثيل مع الاستاذ احمد كمال، وهي طبعا اكيد هتبقى تحكي عن ده. وعمرو طبعا صديقنا جدا، وعمري ما اشتغلت مع عمرو خالص. اه، احنا بس من بعيد كده اصدقاء جدا، لكن كفن ما اشتغلتش معاه مثلا مثلنا. وعلى فكره هو ممثل هايل جدا، وبحب شغله طبعا. كممثل، بحب شغله كممثل انا جدا. في ناس كان نفسنا يبقى موجود معانا، بس انا عارفه انه مسافر مع الفيلم اصلا في بالظبط. مهرجان اخر. بيلف. بيلف في دوره المهرجانات. ايوه وكتير يعرفوا عمرو كممثل، يعني صح. مش كمخرج افلام روايه علشان كده قصيره. ساعة الفيلم ده كذا حد قال ايه ده عمرو عابد ومخرج وحاجات وناس كده. تقول عمرو عابد، عمرو عابد البتاع يعني اللي احنا عارفينه، ولا ده ايوه تشابه اسماء؟ بس صح. فعلا هنا التجربه مختلفه. هو ما ظهرش، يعني كان ممكن هو ممثل شاطر، جدا فكان جدا. ممكن يظهر، بس هو فضل يبقى على مقعد المخرج. رغم أن الجمهور عرفه كممثل له بصمة خاصة في أدائه واختياراته لأدواته، إلا أنه بعد أن أثبت نفسه أمام الكاميرا محققا نجومية وحضور خاص، كان الاتجاه إلى تحقيق حلم آخر خلف الكاميرا، حلمه كمخرج يقدم ما يؤمن به. فجاء حضور الفنان عمرو عابد هذه المرة كمخرج يبحث عن الإنسان قبل الحكاية، فكانت البداية مع فيلم الحفرة، وتأكدت قناعاته ورؤيته الفنية في فيلمه القصير الثاني صف تاني. عمرو عابد مخرج لا يهتم كثيرا بزخرفة الصورة وجمالها بقدر اهتمامه بصدقها وواقعيتها. عمرو عابد مبدع حقق نجومية وحضور آخر، ولكن خلف الكاميرا. هنا بقى بنتكلم على ان الموقف برضو بين زوجين، يعني برضو مم. بين كابل. وانتوا بترتجلوا. انا شفت لكم اجزاء من المسرحيه، الحقيقه برضو كانت جميله جدا وبتروح بينا لحاجات كتيره. هنا الورق بقى في الحته بتاعه البروفات، والجزء يبقى ارتجالي. يعني انتوا، انا شايفه انكم ملوك ارتجالي، يعني الارتجال حاضر. انت اوريدي مذيع، فالواحد بيرتجل، لازم يبقى دايما صاحي مع اي مكالمه، مع اي حاجه، بيبقى يقدر ان مهم. هو يستدعي الكلمات، يستدعي التعبيرات والمرادفات، والكلام ده كله جزء من شغلانه اي اعلامي. مهم. الحفظ والارتجال، ما بين الحفظ والارتجال في الموقف اللي احنا شفناه في صف تاني، ايه اللي كان بالظبط في الورق، في الترابيزه كنتوا بتعملوه؟ وساعه التصوير لو في حاجه اتغيرت ولا لا، لناس متعوده على المسرح، متعوده على الارتجال. فبالتالي مهم. انت لو قلت حاجه مش بالظبط في الورقه، اكيد دعاء هتروح على طول مكمله معاك، لان الموضوع بالنسبه لكم فيري ايزي. ما بين مهم. الورق والارتجال ساعه يوم التصوير،
ايه بقى اللي تم؟ طب هقول لك على حاجه، هقول لك على تجربه الفيلم ده تحديدا. الفيلم ده اولا عمرو عابد لما قعد معانا هو فعلا عايز الكلام اللي مكتوب ده ما يتغيرش خالص، يعني مفيش مساحه تلعبوش للارتجال. معايا ارتجال، مش هنلعب ارتجال مفيش يا مساحه جماعه. للارتجال بصراحه. هو كان مكتوب لان هم، هقول لك على حاجه، هم فعلا تعبوا في الفيلم ده واشتغلوا عليه كويس قوي في الكتابه، فعلشان كده ما كانوش كل عايزين حاجه مكتوبه، يغيروا. كل مش ما حاجه كانوش كلامك بصراحه. وكلام دعاء كله بالظبط. مكتوب. لدرجه عايز اقول لك ان كان بالنسبه لي طريقه جديده في الشغل، وكانت مع عمرو ان احنا بنقعد انا وهو، كنا بنقعد انا وهو دعاء ما بين شخصيه علي وشخصيه نهى، احنا قاعدين كل كلمه، كل كلمه، مش بقول لك كل جمله، كل كلمه يعني عمرو بيقعد يقول طب الكلمه دي انت ليه قلتها كده. انا بقى عندي مشكله ان انا موضوع الاسئله، يعني دعاء غيري حتى كنا اه بنقعد نضحك في الموضوع ده. دعاء عارفاني، فعمرو مثلا ممكن يسالني سؤال مثلا، يعني انا بقول مثلا دلوقتي اي حاجه، هو ليه قال انا عايز انزل من العربيه دلوقتي، ليه قال كده. انا فكره ان انا بتسال حاجه زي كده انا ممكن باخد وقت واقعد افكر، انا ممكن كممثل بيبقى عندي الاحساس ساعتها او عارف هو يقدر يقول كده ازاي، بس في النقاش فتعودنا بقى على كده. ابتديت اول يوم الدنيا يعني شويه بحاول، تاني يوم. فانا اقصد من ايه، من اللي انت بتقوليه ان فعلا كل كلمه كان عمرو بيقعد يقول الكلمه دي ليه هنقولها، فما كناش بنزود كلمات او بنغير اه حاجه. هو حصلت حاجه ارتجاليه غريبه كذا حد سأل عليها دي، يعني مش في جمله او في حاجه، هي ممكن تبقى ايه يعني حاجه حركيه او حاجه جت كده بالصدفه. وانا كنت سائق العربيه وكنا المفروض ماشيين في شارع فيصل، وعمرو كان عايز شارع زحمه جدا. امم كنا ماشيين بالعربيه الزوجين بعد كده في نهايه الفيلم، وماشيين بقى احنا الاثنين في الموقف حصل ما بيننا، والمتجهم انا بقى كده وبفكر وهي بتفكر واحنا الاثنين ماشيين كده. واللي حصل بقى ان فعلا في عربيه ميكروباص كده دخلت خبطت فيا في المرايه واحنا ايوه بنصور. انا فعلا ما رضيتش اعمل ستوب مثلا او اقول كذا او ثواني، الكاميرا جنبي كده، اه لا رحت فعلا بشكل ارتجال تقول له ايوه ايوه ثانيه واحده يا عم مش عارف ايه، انا ماشي كده انت ماشي يعني. ده كلام طلع طبعا من عندي كده. فكذا حد لما جه اتفرج على الفيلم بعد كده في المهرجان، كان مهرجان القاهره السينمائي في الاول لما امم عرضناه، قالوا هو انتوا ازاي ظبطتوا ان الراجل يخبط فيك فالمرايه ما يحصلهاش حاجه فانت تعدلها. فراح كذا حد، وعمرو قال لا ده حصلت ارتجال كده. على فكرة ما فاجئتكش، احنا مرتبين كل حاجة مع بعض. عايزنا نسافر لوحدنا؟ واحنا بنشوف الكواليس الخناقه كانت وان شوت، ودي صعبه. يعني اه الخناقه تبقى وان شوت وانت معاك ناس كتير، يعني انت ودعاء وانت بتقرب وترجع، ودعاء برضو بتروح وتيجي، والناس اللي موجوده سواء السايس او صاحب العربيه. بالظبط. فاحنا عندنا كده في شوت في ناس كتيره، وانك تخلصه وان شوت موضوع مرهق. يعني ناس كتير مش هتتصور انه ليه يتعمل عمرو مصر ان هو كان يطلع وان شوت. بالظبط. هو ده عايز اقول لك ان المشهد ده خد مثلا يعني حوالي 6 دقائق، متخيله وان شوت 6 دقائق، طويل جدا، ما بين بنقعد في العربيه وبننزل وبكلم حد وبعد كده يحصل كذا وتفكير وصمت وبعد كده الخناقه. هو عمرو زي ما قلت لك شخص بجد موهوب وشاطر جدا كمخرج. هو عمل ايه بقى، زي ما احنا مش عايزين نرتجل على الكتابه، برضو مش عايزين نرتجل في الخناقه. اه فعمل ايه بقى علشان ما نرتجلش في الخناقه؟ اولا علشان سببين، علشان الممثلين ما يتعوروش ان امم دي خناقه وممكن اي حد يتخبط، وثانيا علشان لما نيجي واحنا بنصور كل واحد يبقى عارف هيعمل ايه، وما ناخدش وقت في التصوير وما يبقاش الخناقه عشوائيه. فجاب لنا مدرب للاكشن من لا افلام لا سينما. لا طبعا جاب لنا مدرب كويس قوي من افلام الاكشن يعني حد معروف، وقال هو هيبقى معاكم، وكنا في مكان بروفات، والراجل ده المدرب الجميل ده كان بيبقى موجود معانا، واحنا الاشخاص اللي بنتخانق موجودين. وازاي بقى عماد انت اول حاجه هتمسك مثلا ابراهيم كده اهو، فهو يمسكك كده فانت بتفلت فبتزقه، فمين بيجي يحوش. تخيلي بقى قعدنا نتدرب على ده كتير قوي، فلما نيجي في المكان بتاع التصوير نعمل بروفا واحده او اتنين في المكان بقى نفسه بنفس اللي احنا حافظينه، فتمام. فالدنيا بقت فبنقعد نعيد سهله، بقى مره في اتنين في تلاته، خلاص كأننا مين بنعمل هيمسك ايه عرض ومين كده. هيعمل كذا. اه فبجد دي كانت حاجه من عمرو برضو، بجد دي حاجه كويسه جدا والله انت وبرافو. لفتت نظري، لان هو خد كل مرحله زي الافلام التجاريه، لما بيبقى م؟ فيه خناقه بيبقى فيه مصمم للمعركه دي. ورغم بالظبط انه فيلم روائي بس ده سهله كتير برضه، جدا. سهله في ايام تصويره، وفي انكم خلاص متدربين على اللي هيحصل، فما يبقاش فيه
حاجات بقى بتخرج بره الكاميرا ونعيد تاني، ويعني برضه سهل متدربين. وسهل لنا برضو لان احنا يعني برضو الممثل احنا وقتنا ضيق واحنا في الشارع. خلي بالك شغل الشارع صعب جدا يعني طبعا. بجد. الفيلم ده انه في الشارع وبنتصور في منطقه مثلا مش بعيد او محذوفه، لا ده احنا في الدقي. يعني احنا في مكان برضو في مكان يعني اقصد مكان هتلاقي فيه زحمه. هو شارع جانبي بس انت شايفه بره ميدان الدقي وشايفه، فاقصد صعب. زي ما شتمتيني بصوت عالي تعتذري لي بصوت عالي. قولي بعد كده، بما ان في صداقه مع عمرو، مرحله المونتاج ومرحله ان الفيلم يخلص ويظهر للنور، وظهر في حدث مهم مهرجان القاهره، يعني بالظبط. قولي المرحله دي انتوا كاصحاب كان ليك فيها ولا كنت مشغول واتفرجت عليه مع الناس؟ انا المرحله دي ما اعرفش عنها اي حاجه ولا اعرف حاجه عن عمرو. يعني انا عارف انا ان هو عندي راديو بخلص حاجتي. لا بخلاف كده والله. انا بحترم جدا ان انا المخرج بحس ان هو شغال على شغله. انا ببقى مش عايز اللي هو ايه الاخبار او كده، حتى لو احنا اصحاب. انا فعلا بشيل نفسي بره ده خالص. ما بحبش بقى اعمل فيها بقى اللي انا طب اجي ابص او اجي اعمل. هو كده كده عمرو كمان كان شغال بره، فعلشان ظروف شغله، فهو كان شغال على الفيلم في مكان تاني خالص. وانا اعتقد لو كان برضه في القاهره، انا مش من النوع اللي انا ممكن اقول له طيب ايه الاخبار او عايز كذا. انا كمان بحب اتفاجئ. انا عملت شغلي والحمد لله كنت مبسوط بيه جدا، وبحب برضه في الاخر ان انا اتفاجئ. انا عايز اقول لك على حاجه، ان انا برضه سواء لو انا بصور مسلسل او بصور فيلم، الناس بعد المشهد بتروح تتفرج، انا ما بعرفش. في ناس تحب ساعات تتفرج على ساعات بعملها، بس عايز اقول لك بجد يعني ما بتضايقش لما بشوف نفسي. يعني في ممثل يقول لك انا بتضايق بشوف نفسي، لا انا ما بتضايقش. يعني احب اشوف نفسي، بس ساعتها او وقت التصوير ببقى قلقان جدا. يعني مش عايز اعمل ده الا لو مشهد قلقان منه جدا ممكن ابص عليه. بس احب بقى مفاجاه، يعني احب طبعا مفاجاه كده في الاخر. فهو كان الفيلم ده يعني اول ما عرفت بقى مهرجان القاهره السينمائي، يعني انا زي ما بيقولوا كده ركبي خبطت في بعض، اللي هو ده انت في عندك المسرح الكبير كمان جمهور كبير ومهرجان. ومجموعه كبيره من يعني الروائي القصير بتبقى موجوده بتتعرض بالتوازي، وزائد ان الجمهور بقى مهرجان القاهره ده الجمهور يعني الملايين المصريه برضه، طبعا وشباب بالظبط. كتير بتيجي. جدا كان العرض جدا. عامل ازاي ساعتها؟ العرض عايز اقول لك في مهرجان القاهره السينمائي اول عرض ده كان حلو قوي قوي قوي. انا طبعا كنت داخل خايف بس ببقى متحمس. يعني انا من النوع ان انا ببقى برضو شايف نفسي، يعني ببقى ما عنديش قلق قوي. يعني ببقى تجربه حلوه وان تمام. شاء الله يطلع حلو. بس شفت ناس صحابي بقى كتير قوي، فابتديت اللي هو ايه ده، ناس كتير موجوده وعمال اسلم على ناس قبل العرض. بس عايز اقول لك العرض كان حلو قوي قوي قوي. انا اتبسطت بيه واتبسطت برد فعل الناس بجد. الناس خارجه كلها تقول الفيلم حلو جدا برافو عليكم والتمثيل حلو قوي وكذا حد. فاتبسطت. فده رد الفعل ده كان في الاول حلو قوي. بعد كده ابتديت احضر بقى كذا مهرجان اللي كان في زاويه، وبعد كده مهرجان منصات الافلام برضو الاخير ده خدنا عليه جايزه الاخير برضو، كنتوا واخدين كان جايزه. حلو جدا. يعني ده برضو كمان كان حلو، لان ده كمان عجبني فيه اكتر. مهرجان القاهره السينمائي عشان بس القاعه كانت كبيره قوي، المسرح الكبير ما لحقناش قوي، او الندوه برضو ما لحقناش قوي. لكن في مهرجان منصات الندوه كانت حلوه جدا. في سينما زاويه كان مهرجان منصات هناك. وعايز اقول لك رد الفعل على الفيلم، يعني هو كان معانا حوالي 5 افلام، بس اكتر الاسئله وكل التفاعل كان مع الفيلم بتاعنا بصراحه اكتر، فكنت مبسوط قوي. من منظورك كده دايما بيبقى المشاهد ده ليه تفاصيل كتيره. في بعض انا بشوف ناس في ندوات بتفند حاجات تفاصيل، مخرج نفسه ساعات بيستغرب ان شفت وجهة نظر مختلفة حتى عن اللي انا بقدمه. التعليقات كانت رايحة في انهي اتجاه؟ واحلى واقربهم لقلبك اللي انت انبسطت بيه كمان من تعليقات الناس اللي موجودة، سواء بفئات عمرية مختلفة، شباب او كبار او تمام. ستات، لان برضو ده يمس الستات. يعني موقف حياتي جدا اللي انتوا بتقدموه بالظبط. في صف تاني، اختلاف الرجل والمرأة على المستقبل. يعني لو قلناها بعنوان اكبر، هم بيتكلموا الحقيقه في مستقبلهم تماما. يعني فكره انتقال، طب نبيع ده، وواضح ان حد
طرف متحمس والطرف الثاني متشكك، فيعني ده موقف بين كل طبعا زوجين طبعا بيحصل في طبعا. حاجات كبيره وصغيره. مهم. قول لي ردود الفعل والكلام اللي اتقال واللي احبهم لقلبك. ده سؤال حلو جدا، لان هو فعلا عايز اقول لك كان في ردود فعل مختلفه وعلى حسب كل مكان عرضنا فيه. بس كان في اكتر رد فعل عجبني كان في مهرجان زاويه، مم. لما اتعرض في مهرجان زاويه، ان الشباب الصغير عايز اقول لك بقى فعلا الشباب الصغير مسوا مش الموضوع. معقول، لا صغيرين في السن طبعا جدا، واللي بيبتدي يدرس سينما واللي بيبتدي يحب السينما فجاي يكتشف وجاي بيحضر مهرجانات عشان يتعلم. فاللي هم لقيتهم بيسلموا عليا اتبسطت جدا، وقعدوا يقولوا لي احنا مبسوطين جدا، الفيلم حلو قوي وحضرتك عملت الدور حلو قوي. واحد مثلا ولد جميل كده قال لي انا حسيت بخنقه، انت حسيت ان انت مخنوق جدا وحسيت بالشخصيه دي. فاللي هو انت بتسمعي من جيل مختلف، هو ممكن الحكايه دي بتاعت الزوج والزوجه تبقى بعيده عنه شويه يعني، او الحكايه دي، بس هو سينمائيا اتقربت له ازاي، وازاي شاف تفاصيل من خلال الممثلين ومن خلال المخرج ومن خلال الكاميرا. فده كان حلو جدا. نيجي بقى عند الجيل اللي قدنا بقى فكتير الازواج والزوجات برضو، بس الرجاله برضو كذا واحد يقول لي انا ما يعني انا اتخنقت لك برضه. يعني كلمه اتخنقت لك دي كذا حد قالها لي، وقال لي انا حسيت ان انت مخنوق جدا وده وصل لي. فانا اتبسطت بده، لان فعلا يعني حسيت ان الواحد قدر يوصل ده للمشاهد، بحيث ان الموقف اللي انا كنت فيه ده، انا فعلا الشخص ده مخنوق ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يفكر، طب انا مش عايز اسافر، طب انا اعمل ايه ده حقيقي، وانت كمان قدرت توصله بالاصعب، مش كلمات كتير، حتى في الاخر نظراتك وفي العربيه كلها كانت اللي سابت لنا ان هي مفتوحه. هم يعني احنا مش عارفين هيسافروا ولا ما يسافروش، هو ما لم يرفض، لكن خلاص زي ما وصل لكل المشاهدين، هو مخنوق، هو ما عندوش رغبه في ان هو يتغير ويغير من مكانه ويغير من حياته. وده بيبقى الحقيقه الشيء المهم للفنان، ان هو بيقدم لك الاحساس والمشاعر وينقلها لك، ويمكن ده من اجمل الحاجات اللي بتخص السينما، واللي قدر يحققها الحقيقه الاعلامي بقى والفنان عماد اسماعيل بمنتهى البساطه الصراحه. وانا بشوف مدرستك في التمثيل زي كده في الاذاعه فيها بساطه بتوصل لقلوب الناس، وده بيبقى بالتالي مهم جدا ان التمثيل يوصل لقلب الناس، وان انت دايما تبقى موجود معاهم وبتوصل لهم. بهنيك على انا بشكرك على الكلام ده والله بجد. شكرا. لا بجد ومش مجامله يعني لا والله دي شهاده يعني بشكرك عليها والله. وانا هعرف بقى من دعاء كل التفاصيل بقى الجزء الجاي. ده معانا دعاء حمزه وهي بطله هذا العمل طبعا. واللي خنقته في الفيلم، لكن الحقيقه كانت سر من اسرار ظهور هذا العمل للنور. انا بشكر عماد، شكرا لوجودك معانا. انا بشكرك جدا، اتبسطت قوي قوي بجد والله، شكرا جدا، وانا بحب البرنامج قوي قوي بجد. احنا اسعد، شكرا ليك. الله يخليك. خليكم متابعينا، ما زلنا بعد الفاصل سينما اخرى شرق وغرب مع صف تاني وبطلته دعاء حمزه، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، سينما اخرى شرق وغرب وفيلم صف تاني من بطولة ضيفي اللي كان موجود معايا في الجزء الاول عماد اسماعيل، وكمان بتشاركوا البطولة بشكل كبير طبعا الفنانة والمخرجة والكاتبة دعاء حمزة. دعاء، سعداء بوجودك معانا، زميلة عزيزة على قلوبنا. انا اللي مبسوطة جدا ان انا معاكي يا رباب بجد. كنت اعرف مخرجه شاطره وكاتبه ابنه الوز عوام طبعا مع الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزه ابنته العزيزه، لكن هنا كمان تمثيل اداء فوق الرائع ومنضبط جدا، مفيش اوفر خناقه زوجيه ولا ان هي تبقى فيها برود، دي خناقه زوجيه لتحديد المصير زي ما بيقولوا، ومكان محدود بشكل او باخر. يمكن انا مع عماد قال لي القصه بدات
من دعاء. دعاء هي اللي اللي دلت على ان عماد يبقى هو البطل وانتي تكوني البطله مع عمرو عابد. قولي لي بقى القصه مع انتي وعمرو بدات معاكي ازاي؟ كان في الكتابه ولا اقتراحات ولا كان بيحكي لك الحدوته؟ لا، عمرو عابد احنا مع بعض في استوديو الاستاذ محمود حميده. طبعا كان عامل استوديو للممثل، للاسف هو مش موجود دلوقتي الاستوديو، وكان بيدرس لي والاساسي واستاذي هو استاذ احمد كمال. طبعا وهو الرائع، تحياتنا يعني ليه. الحقيقه هو كمان استاذ عمرو عابد، وكان احنا اتقابلنا في الاستوديو ده. وعمرو مش بس كان بيتدرب، بقى يخليه هو كمان يدرب تمثيل، بيساعد معاه في التدريب. من الجيل اللي طلعه استاذ احمد يدرب تمثيل. فكان بينا الزماله اللي هي في الاستوديو، بنمثل مشاهد مع بعض، احنا عارفين بعض. هو عمرو قليل الكلام لكن عنده ذاكره كويس. احنا فضلنا طبعا على وصال كاصدقاء، لكن مش اللي هو بنكلم بعض كل يوم، لان هو سافر درس في اسبانيا، وده كان من ضمن مشاريع التخرج بتاعته. صف تاني كان من ضمن مشاريع التخرج. وهو قرر ما يعملوش في اسبانيا، هو قرر يعمله في مصر، لان مش معقوله الحدوته دي تتعمل بشكل مصطنع في شارع هناك او كده. فقال انا هنزل، وهو يعني دخل بتكاليفه مع شركه سينمائيه اخرى، ايمن الامير وندى عزت، اللي هم مخرجين برضو مهمين جدا في مجال السينما التسجيليه، شاركوا معاه في الانتاج. هو قال لي انا عندي سيناريو وعايزك انت وعماد تمثلوه معانا، ابراهيم صالح وطبعا عصام اسماعيل زمايلنا في الفيلم. قال لي حابب ان هقعد معاكم. ما بعتش السيناريو زي ناس كتيره قوي بتبعت اقروا الاول وقولوا لي، لا احنا هنتقابل زي ما عماد قال، ولا تريتمنت كده اللي هو واتعمل بروفيشنال جدا. انا مش صاحب دعاء وعماد، احنا هنتقابل يوم كذا الساعه كذا ونقعد نقرا مع بعض ونتكلم على الفيلم. والفيلم ده حكى ان هيصوروا يعني احنا قدامنا 10 ايام وهنصوره اخر الشهر. محتاج بروفات، انا محتاجكم ان احنا نعمل على الاقل 6-7 بروفات بشكل مكثف، وندخل نصور على يومين. كان محدد قوي اليومين اللي هنصورهم امتى. واحد هيكون في الدقي وتاني يوم هيكون في فيصل. حدد كل تفاصيله وكان محترف جدا. وقعد معانا هنا كان عمرو الكاتب، لانه كاتب الفيلم. مع يمنى خطاب. يمنى خطاب كاتبه وكمان مخرجه افلام تسجيليه. هم اشتركوا الاثنين في مسلسل من مسلسلات المنصات في الكتابه، فكان بينهم كيمياء يعني. بس هو هو الكتابه لعمرو عابد واخراجه. وهي قال هي لحظه يعني الفيلم قصير جدا، تقريبا 10 دقائق او 9 دقائق من غير التتر. فانتي قدام لحظه مكثفه جدا لكنها مليانه جدا، وده شغله صعب قوي. ده اول فيلم قصير ليا. نعم. ملهاش لازمه نعمل مشكله. الكلام ده تقوله للست هاني. حقك عليا. مراتك غلطت فيا في وسط الشارع. يا عم انا جاي لغايه عندك وبقول لك حقك عليا. عايزني اعمل لك ايه تاني؟ وانا بقول لك مش انت اللي غلطت. استغفر الله العظيم يا رب. انا اسف يا جماعه، انا مضطر اتحرك. انا مستعجل. لا معلش. استنى لو سمحت. حاضر. حصل خير يا استاذ، حقك علينا. شفت لك مفتاح شهرة وارتجال وارتجال اللي على الارتجال حتى يعني بحضور بقى محمود حميدة. دخلتي في ارتجال اللي هو مع الجماهير كمان، اللي انزل ده الجزء اللي بره هو اللي كان مرتجل. فانا قلت دعاء اكيد في الخناقه الانسانيه قوي دي ده الارتجال بقى نسبه كبيره. الا عماد قال لي لا احنا كان كله متظبط وكله حتى الخناقه مش مرتجله، الخناقه متدربه. كل مخرج وليه مدرسته، وكمان السينما غير المسرح. في المسرح
حتى المسرح الارتجال ليه يعني انا العرض كله مش مرتجل في المسرح، ولو ارتجلنا حاجه فهنتفق في البروفا عليها ونثبتها ونعملها عشان ما نفاجئش بعض. لكن في جزء ارتجالي بره هو مدته 10 دقائق بالكتير قوي، احنا متفقين على الخطوط العريضه انا وعماد هنعمل ايه بالشخصيه دي ودي، والجمهور يدخل معانا عشان احنا كلنا داخلين غرفه بنتحبس فيها كلنا. فعايزين نعرف مين دول، والناس تعرف مين دول قبل ما ندخل، ونبقى احنا كلنا كاننا المفتاح وشهرة دول كانوا كومبارسات، كاننا اللي قاعدين معانا كمان من اللوكيشن وداخلين معانا هيتحبسوا في الاوضه. ده كان المقصود بده. ففي جزء ارتجالي محسوب. التجربه دي قبل صف تاني ولا بعد طبعا صف دي في تاني؟ 2017 دي قبلها بكتير. وده من ضمن الدوافع، مش بس ان عمرو عارف دعاء وعماد اللي متجوزين الممثلين، لا هو شاف العرض، ولما شاف العرض شاف ان مش بس العرض ده، احنا مثلنا عرض تاني اسمه الدرس قبليها، ان في كيمياء كممثلين. يا شهرة انت رحت فين؟ تعالي بقى يا ستي، حقك عليا معلش. انا اسف، انا غلطان، طلعت فيكي هم، والنبي ما تزعلي، تعالي بقى ما تسيبنيش هنا لوحدي. يا شهرة يا شهرة انت فين؟ رحتي فين؟ انت فين؟ انا هنا يا سلامة، بصي فوق يا سلامة، فوق يا سلامة. جهاد انت فين يا جهاد؟ رحتي فين يا جهاد؟ نادت عليا من فوق هنا على الشمال، انا سامعها بودني يا محمود وهي بتنده عليا. جهاد رحتي فين يا جهاد؟ اهلا بالسلطان. هو مولاي بيتضايق من وجودي ولا قلبك اكتشف ان مراته الاولانيه الطف بعد ما بقى سلطان؟ بقى انت عارفه. ايوه عارفه. عارفه ليه؟ قول لي انت ليه. لانها ام ابني المنصور اللي هيفضل طول عمره اهبل. قلبك ما بيحبش يسمع الحقيقه. هو ده قلبك الشريف رجل المبادئ. انا اخترتك بعد تفكير بدقه، لكن يا خساره الحقيقه ان مفيش فرق بينكم انتوا الاتنين. اقطاي هو قلبك من غير قناع، ودلوقتي قلبك هو اقطاي من غير القناع الزائف. بس كفايه يا مجرمه. مجرمه؟ قلبك اللطيف الطيب الضعيف بيقول لشجره الدر يا مجرمه بعد ما رفعته على العرش اللي ناله من غير اي تعب او مجهود. لويزا من جعله معسكر الاعداء؟ من سماه معسكر الاعداء؟ اورشليم عربيه ومدينه اثبت انها اكثر امانا واحتراما بين ايدينا نحن العرب، الا انك تفضلين ان تصدقي من يحول الدين الى تجاره، من يحول المحرم المقدس الى سوق يحتلون فيها على البسطاء. ادفع لتحصل على البركه، وبعدها تتدفق الاموال على خزائن اوروبا، والحرب والموت والنار لمن يدعو ان يمس هذا المورد العظيم بالثروات، الابتزاز باسم الشعارات المقدسه. اي ضياع. لويزا لويزا لويزا. اول لما اتعرض عليكي الورق حسيتي ان هو فعلا، لان انت احنا بنتكلم مع كاتبه ومخرجه، فاول يعني حس التفاصيل وكل شيء هتبقي برضو في مخ الكاتبه والمخرجه. الكلام كله شفتيه منطقي، الكلام كله واقعي، زي ما انا اتفرجت على الفيلم لقيته كده. هو فعلا مشهد من الحياه، لا كلام اوفر، مش اوفر خناقه. في ناس ساعات تحب تحط تفاصيل اكتر وجمل وخناقات تبقى اكتر من الواقع. وفي ناس شفتي على الورق هتلاقي كلام قليل ووصف. ايوه كلام قليل ووصف. انت ككاتبه ومخرجه اقتنعتي بالورق؟ حسيتي ان هو متعوب عليه مش محتاج اي ملاحظات؟ مش جدا. محتاج... هو جايبولي اصلا، وكان تقريبا دي هم عملوا اكتر من نسخه، بس هو جاب لنا الدرافت الاخير وشبه قبل الاخير، يعني هو ضاف بعد بروفاتنا حاجه بسيطه. هي اللي وانت كامراه كنت شايفه ان هي كلام وانطباعات المراه وتفاصيلها، وحتى ان هي وقعت ولا تعبت ولا قصصنا كلها لا ومكتوبه صح، يعني متقاله عن لسان ست بتقول الكلام ده عادي جدا. رغم ان هي اللي بدات الحدوته، هي اللي بدات الخناقه. صح يعني. بصي هي الخناقه باديه من قبل الفيلم. ودي الحاجه الوحيده اللي ارتجلناها، يمكن عماد مش فاكر الجزء ده، ان انا قلت لعمرو احنا بندخل بكلام، يعني بندخل لا كذا، يعني أيوة بنتكلم انا هو في العربيه على طول في الكلام. بندخل الفيلم بيبتدي بكلام في العربيه واحنا بنشد، فقلت له ممكن نبتدي 3 4 جمل مش موجوده في النص،
عشان لكن هو وقت هو خد منها جمله مثلا هو قال لي هيبدا ابتدوا عشان ما ندخلش شكلنا مصطنع الخناقه لانها باديه من النص. فهي الحكايه باديه بان مين دول. احنا طول ما كنا بنقرا هم ليه متنشنين كده مع بعض وهم رايحين فين. كل ده مش مكتوب يعني مش مكتوب او متقال في الحوار، بس احنا اكدنا عليه وخلقناه. دول اتنين قررين يسافروا، يسافروا. انا تخيلتها يهاجروا، وهي الحقيقه تخيلتها في دماغي ان هي ما بقتش حامل بالاتفاق ده، غير عارفه زي ما يكون ايه، انا هخلف بره مش هخلف هنا. ده خيالي. انت اديتي لها ابعاد كتيره ممكن احنا كمشاهدين برضو نحس ان هي موجوده، ان ده اتفاق. وهو وافق على الاتفاق ان انا استحاله ان انا هولد هنا يعني وهعمل ده. انت عندك خطه وهو الخطه موافق عليها، بس هو واضح موافق عليها. لكن ساعات احنا بنوافق على حاجات وقت الجد تنفيذ انا بنتراجع. حاسه باحساسه جدا ان عربيه واحد عمال يلعب فيها ويشوف ويتفرج، دي بتاعتي، ده انا، دي بلدي، ده مكاني. انا كل حاجه بتتاخد مني واروح مكان تاني. انا اعتقد اللحظه دي كانت جزء كبير قوي ان الزوج ينفجر، ان انت العربيه حد تاني هياخدها وانا هروح مكان تاني، انا مش رايح في. انا كلنا وقت الغربه وقت السفر او القرار بيحصل حد فينا مش عايز اسافر. قولي لي مشاهدك وكممثله ايه اللي اكتر حاجه كنت من الحاجات دي شايله همها؟ هل صوت من غير صوره ولا الصريخه اللي كانت تمت كانها فعلا حصلت لك حاجه مشكله ولا كان انهي مشهد اللي كنت مركزه معاه قوي في تفاصيله وفي ادائه؟ انا مركزه مع اول الوان شوت كله، لان الوان شوت واخد من اول العربيه لغايه ما بيمشي والخناقه تخلص وبيمشي بالعربيه، يعني كل ده وان شوت. فالانتقال كتير بيقول لي 6 دقائق من ال10 ولا 9. انت عندك كلام قليل وعندك مشاعر ورا الكلام، فالانتقال من حاله لحاله، يعني واحده بتتكلم ومتضايقه وبعد كده بتبتدي تفكر انت كزوجه اقول له كده هتسيبنا مش عارفه ايه، تحاول تحايله بطريقتها، تشد بطريقتها، وبعد كده بيجي الراجل. انا المفروض اطلع كل الغضب اللي انا عندي غضب من جوزي اللي فجاه ساكت بيتردد، طلعته في الراجل بتاع الصف، طلعته بكل دي حموريه. يعني كان ممكن اقولها اهدى، بس طلعت الغضب في الراجل ده، وهو يستحق الغضب ده، بس طلعت فيه وهو ابتدى. فالخناقه هنا ما كانتش خناقه صف تاني عادي، هي كانت خناقه من الانفجار اللي كل واحد فينا ماسكه وما انفجرش. لكن لما شفت علي اللي هو جوزي بيضرب وبتاع، حتى احنا كان بينا اتفاق كده انا وعمرو، يا ترى هي وقعت بجد ولا استعبطت عشان الخناقه دي تخلص بالظبط. فكان فيها انا كامراه حسيت ممكن تكون هي ما وقعتش قوي اصلا، فين بالزبط. ما شفناش هي، بس هو كمان كمخرج اختار ده يعني تنهي الخناقه. انا عايزه اقول لك ان في المشهد الاخير كان جزء واتشال، هو اختار كمخرج ان يسيبها مفتوحه. لكن احنا كان ليا رياكشن وانا بقول له يعني مش انا عارفه ان انا مش صوت، انا صوت وصوره، وانا بقول له هو حتى بيقول انت كويسه بعد ده، فليا بصه خبيثه شويه يعني اللي هي انا كويسه، بس هي هديت لفكره اعمل اللي انت عايزه. يا علي يا لما الراجل خبطكم بالعربيه انت كنت معاه في العربيه في التصوير ولا كان ساعتها الكاميرا هي محطوطه لا مكانك؟ انا كنت معاه. كنت معاه بس انت برضه شاطره ايه انك ما قلتيش اي ولا خدتي اي رياكشن طبيعي. احنا فضلنا العربيه خبطتكم. احنا من الحظ ان عمرو طبعا كان عامل مختار فيصل، وفيصل ده ازحم مكان، على حظنا وقت التصوير فاضي، شارع فاضي، ففضلنا نلف ونعيد ونلف لغايه ما العربيات تزحم. فابتدت تزدحم على الاواخر اليوم في التصوير والشمس خلاص واحنا عايزين نهار، فجت في الاواخر خالص، بس عماد كان لف مثلا 50 لفه حوالين نفسه في شارع فيصل، وبنعيد حاجات عشان احنا جاهزين كممثلين، بس احنا ما حوالينا ما فيش عربيات، ما احنا عايزين العربيات وعايزين الطبيعيه دي. وبعدين لما حصل ده هنا المخرج، انا في الاعادات بختار ايه؟ انا ربنا اداني هديه المشهد ده ادى طبيعيه اكتر. لو كانت الخناقه، وعلى فكره الخناقه فيها 2
مش ممثلين جايبينهم من الشارع. فعلا كانوا يعني بيشاركوا في التخليص. يعني هو كان في احنا عندنا اللي بيجي اللي قاعد معاكم عشان يشتري العربيه، والتاني اللي هو طبعا استاذ ابراهيم صالح اللي هو ده، والاثنين بقى السيد دول مش ممثلين، دول كده هو استاذنهم هتدخلوا معانا في الفيلم بتاعك بس ما تبصش على الكاميرا، انت بتقول له حاجه مفاجاه. طبعا. وهم انت عارفه الشعب المصري بيحب يعني كده، والمخرج لانه عاد كتير، لانه اكيد في ضمن اعداد الوان شوت في واحد فيهم بص على الكاميرا، في واحد فيهم شد جامد. عدتوا كتير قوي الوان شوت ده؟ احنا قعدنا كتير عشان لان مدير التصوير طبعا استاذ مصطفى ده هايل برضو، لان ما حسسكيش دايما وان شوت بيبقى فيه هزه كده، لكن هو حسسك ان هو واخدها على الهادي، واخد كل لحظه مديها وقتها. طب قولي لي لما شفتي النتيجه اول مره زي كده العرض الاول بتاع القاهره؟ لا هو عمرو كان يعني احنا كنا مصورينه قبلها بسنتين، انت متوقعه والله خد فتره طويله لغايه لما وبعدين لما خلص وقدم، هو كان بيستنى يخلص ويقدم اول مهرجان ممكن يكون فاتوا القاهره السينمائي ده فيقدمه في مهرجان مهم، وده كان تاني مره بيشارك القاهره السينمائي. كان شارك بفيلم اسمه الحفره، وكان بطوله صدقي صخر واستاذ بنهاوي برضه. أيوه. كانوا هما الاثنين، لكن ده تاني فيلم ليه، فاعتقد هو كان بيستنى مهرجان كويس يقدم فيه الاول. هو ما قالناش اتفرجوا واحنا ما قلناش عايزين نتفرج، يعني احنا كان الطرفين. انا من النوع اللي كمان ده اول تجربه، وحتى في تاني تجربه ليا انا صورت فيلم بس مخرجته تقول تعالي اتفرجي، بحس خلاص ده شغلك يعني هتقفلوا وتخلصوا وانا هتفرج في الاخر على الشاشه مع الجمهور. لما اتفرجتي على الشاشه مع الجمهور كنت بخبي وشي اول مره دي حاجه ليا انا بقى، اللي هو محرجه ومكسوفه وطلعت كل العيوب في نفسي انا كممثله. بس شايفاه فيلم رائع، بس بقول كنت اعمل عارفه حاجات اللي شبه دي. تاني يوم كنا بنعيده في الجامعه الامريكيه، انا كنت بتفرج بدون توتر خالص. وثالث مره في سينما زاويه باجمل واجمل. اخر لقائنا احلى تعليق اتقال لك على دورك؟ قال لي احلى تعليق اتقال لي انا حسيت ان دي انا، لما حد بيقول واحده قالت انا حسيت انا وانا بتخانق مع، يعني ان اوصل حد ان حاسس ان يعني، ودي اتقالت لي كذا مره، انا حسيت ان انا دي ولما كنت مع جوزي بعمل كذا كذا. واحلى تعليق برضو ان انتوا اكيد مرتجلين البتاع، هو احنا مش مرتجلين خالص. ده النص، فده معناه ان الكلام مش باين متحضر يعني. ده حقيقي. وانا بضم صوتي لصوت هؤلاء. انا برضو حسيت ان انا في يوم من الايام كان في مواقف كده شبه كده حياتيه، وبرضو من كتر ما هي الكلام طبيعي، يا ترى ده هم مرتجلين لان هم زوجين بالفعل في الحقيقه ولا ده كان مكتوب؟ لكن الإجابة إن الفيلم فعلا حلو، ومش بس إشادة للمشاهدين لكن كمان من خلال المتخصصين اللي بيدوا له جوائز في المهرجانات. والحقيقة الاثنين اللي كانوا موجودين، سواء بقى موجودين قدامنا قدام الكاميرات والمجموعة كلها اللي ورا الكاميرا، كانوا بيقدموا العمل بامتياز وبجودة عالية. دعاء، احنا سعداء بوجودك معانا، صاحبة بيت يعني، لكن انا سعيدة بكل الادوار الجديدة بقى التمثيلية، سواء بقى في الافلام الروائية، وكمان نشوف افلام اكتر واكتر لان عندك قدرات هائلة، فارجوكي استمر. انا بشكرك جدا جدا، والحقيقه البرنامج ده من اجمل البرامج اللي اتعملت عن السينما. بحترمكم في ظروف صعبه جدا، انتوا بتطلعوا وبتقدموا بجد برنامج بعيد عن انت طلقت ليه اتجوزت ليه عملت، انت بتقدمي برنامج ليه محتوى تخلي الناس عايزه تخرج تتفرج على فيلمنا. افلامنا محدش بيشوفها كتير، انتوا ممكن تخلوا الجمهور يتفرج علينا. ده حقيقة يبقى هدف نبيل وصلنا له، وكلام جميل قوي من زميلة عزيزة بشكرها عليه، واتمنى كمان ان حضراتكم الحلقة تنول اعجابكم. كنت معكم رباب الشريف.